لو حدا عنده فكرة بس ما عنده راس مال. حاليا أغلبية الأشياء الموجودة أونلاين تحتاج مهارات أكثر من من راس مال. طيب أنا حاليا فينا نعتبر إنه أنا عندي فكرة بس تحتاج راس مال. مباشرة أنا بدخل على السوق، بحاول إني بالسبل الموجودة بالوارد الموجود عندي ابني شيء لإله. يعني مثلا مساوي صفحة هبوط بسيطة لحتى أنا أشوف المنتج رابح ولا لا، شوف الآراء للناس، بحاول إنه أدرس الفكرة تبعي وجيب حقائق بسيطة لحتى أشوف إنه تماما هي الحقائق شغالة. طيب لما أنا بجيب أرقام معينة وبروح بدور على مستثمر بقول له أنا جربت، شوف في عندك حتجيب مبيعات هالقد، هيكون في عندك فينا نقول الخطة هي، هيكون في دراسة هي. من أنت بتروح معك خطوات أساسية، معك أرقام، شيء مجرب على الواقع ولو شهر شهرين، عملت تست بسيط بالوارد الموجود اللي عندك، مو الراس المال الكبير. لما تروح لعند مستثمر وتعطيه الخطة حيقول لك أوكي. ليش؟ خلاص في أرقام، في شيء مجرب، في شيء مظابط. لما تكون أنت الخامة متعوبة عليها، لأنه لما يجي مستثمر، المستثمر شو حيعمل؟ هيشتري منك أنت، هيشوف هذا الشخص أنا بحسن أمنه على مالي، هذا الشخص عنده عقلية نجاح، هذا الشخص قادر يخوض بالسوق، فبناء عليه حتبلش. لما انت بتشتغل على هدول القصص، معك خطة وورقة وشيء مجرب وخامتك متعوب عليها، خلاص امور طيبة، حتلاقي مستثمر مباشرة. فابدأ من نفسك، تطوير مهارات، اعمل تيست بسيط بالمال الموجود عندك ولو شيء وهمي، بس حتى تعرف اقبال الناس على هي الفكرة، على هذا المشروع. بعد خذ هدول الاشياء اللي طلعت معك، شوف لك مستثمر مرتب. بهي الطريقة.